كوثر. السن 17 سنة. شنو هو المشكل عندك اليوم في المحكمة؟ اليوم المشكل مشيت عند الوكيل باش نحكي ليه على واحد القصة طرات ليا مع شي أشخاص ياك كيستغلوا الدريات، جوج شخصيات. كاينة واحد المرأة في أكادير ومرأة كاينة في طنطا كيستغلوا الدريات. جابوهم ليك شدوهم اليوم جابوهم للكوميسارية؟ اليوم شدوهم ووحدة شدوها داك وحدة اللي شدو دابا باقي الثانية جا معك السيد الوكيل هو الرئيس ياك السيد الرئيس ياك داروا معايا محضر عاودت لهم كلشي شنو طرا عليا بهاد السيدة هادي بأن استغلتني في الذات ديالي، تكرفصت كرفصوني 7 الناس. ملي جيت نطالب دابا انايا جاي نطالب بحقي كنتمنى هاد المرة تاخد الجزاء ديالها ان شاء الله وعطاوها العقوبة. شحال هاد المرة كانت كتصور؟ هاد المرة كانت كتصور في النهار سيدي 30 40 ألف على حسابك انت؟ على حسابي انا وعلى حساب دريات اخرين، ماشي انا بوحدي اللي كاينه انايا وكاين دريات اخرين. حنا كنا ديك الساعات 4 في الدار. كتخرج دريه دابا لينا نفترض دابا انا خرجت اليوم بت كنبات في 6000 ريال ياك كتجي الغد لي خصك ضروري تقسميها معاها وتزيديها تحطي المصروف ديالك وتحطي باقي تمشي تشري شحال من حاجه. شنو يصيفط لك كاع؟ اش يصيفط لها الدريه كاع اللي كتخرج وكتعطي لحمها وكتنفس عليه اش يصيفط لها؟ شكون اللي مشى معاك هاد الصباح عند الوكيل؟ مشى معايا واحد السيد حقوق كان في حقوق الانسان بلا ما نذكر الاسم ديالو. ماشي مشكل هاد الساعات. الشخص سميتو عصام البستاني ودخل معايا وهضرت مع الوكيل والوكيل عطاني فرصه حتى هو كنشكرو مني عطاني واحد الفرصه اللي ما عمرها تحطات ليا. ما عمرني كنت كنظن غادي ندخل عنده وغادي تكون عندي ديك الشجاعه ونحط الاقوال ديالي وكنتمنى من الله هاد الناس ياخذوا الجزاء ديالهم وكنشكر داك عيد بلا بشطاراتي.